حرب النجوم داخل ريال مدريد بدأت فعلاً. جماهير الملكي انقسمت بشكل غير مسبوق بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، حتى وصلت الأمور إلى إطلاق عريضتين جماهيريتين، واحدة تطالب برحيل مبابي والثانية ترد بالمطالبة بخروج فينيسيوس. لكن السؤال الحقيقي الذي يخيف كل المدريديستا هو: من يستطيع ريال مدريد تحمل خسارته أكثر؟ نبدأ بفينيسيوس، اللاعب الذي تحول من موهبة مثيرة للجدل إلى أحد أخطر أسلحة ريال مدريد في أوروبا. البرازيلي يمتلك سرعة مرعبة ومهارة تجعل أي مدافع يعاني أمامه، خصوصاً في المساحات، والأهم أنه لاعب يظهر في المباريات الكبيرة، وليالي دور الأبطال تشهد على ذلك. فينيسيوس أيضاً يملك علاقة قوية جداً مع جماهير البرنابيو، وحتى عندما يتعرض للانتقادات لا يدخل في صدامات، بل يحاول دائماً استعادة ثقة الجماهير. كما أن شخصيته داخل غرفة الملابس هادئة نسبياً مقارنة بحجم نجوميته، وهذا أمر مهم داخل فريق مليء بالنجوم. لكن رغم كل هذه المميزات، هناك نقاط تقلق جماهير الريال، أبرزها تأثيره السريع للاستفزازات الجماهيرية والتحكيمية، ما يجعله أحياناً يخرج ذهنياً من المباريات، كما أن فرديته الزائدة قد تقتل بعض الهجمات، إضافة إلى أن مطالباته المالية أصبحت صداعاً حقيقياً للإدارة. أما كيليان مبابي فهو النجم الذي حلم به ريال مدريد لسنوات طويلة، لاعب يضمن لك أهدافاً كثيرة كل موسم، ويملك قدرة استثنائية على الحسم حتى لو كان غائباً طوال المباراة. سرعته في التحولات والهجمات المرتدة تجعله كابوساً لأي دفاع. الفرنسي يملك أيضاً خبرة كبيرة في البطولات الكبرى رغم صغر سنه، كما يستطيع اللعب كمهاجم صريح أو جناح بسهولة. والأهم من ذلك أن قيمته التسويقية والإعلامية ضخمة جداً للنادي، ما يجعل وجوده مكسباً اقتصادياً هائلاً للنادي. كما أن مبابي بدوره ليس مثالياً، راتبه الضخم يهدد استقرار غرفة الملابس، كما أن مساهمته الدفاعية محدودة، ويحتاج الفريق أحياناً لتغيير أسلوبه التكتيكي بالكامل من أجله. والأهم أن جماهير ريال مدريد لم ترتبط به عاطفياً بعد مثل ارتباطها بفينيسيوس، كما أن التداخل التكتيكي بين الاثنين لا يزال مشكلة واضحة، لأن كليهما يفضل التحرك في الجهة اليسرى. وهناك أيضاً من يرى أن شخصية مبابي قيادية قد تتحول أحياناً إلى ضغط على المدرب وزملائه. وفي النهاية يبقى السؤال الأصعب: لو اضطر ريال مدريد للتضحية بأحدهما، فمن يستطيع النادي تحمل رحيله أكثر، مبابي أم فينيسيوس؟